زياد النجار اسمي. عمري مواليد ال70، مواليد حماة. أنا بشتغل بالإنشاءات المعدنية، بالتصنيع يعني بالحدادة والثقيلة شوي. متعلم؟ ايه معي بكالوريا. شو كان دورك؟ كان دوري إعلامي أكثر شيء، يعني أكثر اتجاه كنت أشتغل فيه هو الاتصال بالقنوات المعرضة، واتصال ببعض جهات المعارضة اللي برا، اللي هن منهم يعني شباب حموية قاعدين برات سوريا، وهن صاروا يوصلوني بجهات تانية، مثل حكاية جماعة وحيد صقر، مثل حكاية جماعة خدام. في كان لهم اتصالات مع العرعوري، ينقلوا لي تعليمات عن طريق واحد اسمه محمد زقار. مع جماعة مرة اتصلوا في جماعة قالوا لي نحن حركة العدالة والبناء من الأردن، اتصل في هذا الشيء. كيف بلش دورك؟ أول شيء بلش دورنا عن طريق مظاهرات، كنا عم ننزل على التظاهر بالشوارع. بعد أحد الشباب الشغيلة اللي كانوا يشتغلوا عندي مصنعي عرفني بجماعة بالحاضر 2، هدول 2 هن اللي عرفوني واحد اسمه خالد الشيخ فرج، وواحد اسمه حميدو الحمصي. هدول عرفوني بشباب السعودية، بشاب هو حمدي الحمصي عرفوني فيه. حمدي الحمصي عرفني ب2 الأخار، واحد اسمه محمد زقار، واحد اسمه أبو ناصر الآمين. هلا بحماه هن كمان الشباب كان لهم دور، انه عرفوني على عبد الصمد العيسي. عبد الصمد العيسي عرفني على عطاف التركاوي، بالاخر يعني وصلت لنتيجه انه عطاف التركاوي هو تقريبا كان عم يشكل قياده عامه له بمدينه حماه اسمها تنسيقيه. اول شيء ابتدى بموضوع لجان احياء من كل حي 2 أو 3 او حتى لو شخص بس يكون له تاثير كامل على الحي. هلا هدول الاشخاص جمع منهم عدد ضخم، صار يسجلوا اساميهم على ورقه وارقام وتليفون ونوعيه العمل اللي هن بيقوموا فيه. بعدها صار ينتخب منهم قياده، مثلا مجموعه امنيه، مجموعه اعلاميه، مجموعه كذا. في عالم من المجموعه مثلا الامنيه لها ادوار اهم من ناس ثاني، يعني في ناس كانوا قيادات، في ناس لا مساعدين، في ناس افراد. هو كان يعني عم بيقوم بهذا التشكيل بشكل منظم كثير. يعني انت شو كان دورك؟ انا كان دوري بالجهه الاعلاميه، اني اتصل بالقنوات مثل الجزيره والعربيه والاورينت، وغطي على الجرائم اللي كانت اللجان الامنيه تعملها، او الخراب اللي كانت تسببه المظاهرات بالبلد. او شو كنت تقول القنوات اللي تتصل يعني مثلا سيدنا كانوا يتصلوا فينا جماعه الجزيره انه بدنا نحكي على موضوع الكهرباء قبل الاتصال المباشر، يعني يتصلوا ينسقوا معك؟ ايه قبل بنص ساعه اوقات يتصلوا انه نحن مثلا اليوم بدنا نحكي على اغذيه الاطفال. هلا نفس الصوت يطلع يحكي معي، او نفس الرقم يجيني طبعا اللي انت على الشاشه مباشره. فيجي يتواصلوا معك عن طريق هاتف سوريا؟ اي عن طريق هاتف سوريا اللي اعطاني اياه عبد الصمد العيسي تبع اللجنه الامنيه. يعني هلا اذا بحكي لكم عليها بالتفصيل اللجنه الامنيه. فانا مثلا اللجنه الامنيه كانت تنزل على البلد تختطف ناس من المتعاملين مع الدوله والنظام، يعني من اللجان الامنيه، من رجال حفظ نظام، من كذا يخطفوه. فنحن نطلع نقول اختطفوه رجال الامن، انه هذا مواطن والامن اعتقلوا على الشاشات. هناك انباء تتحدث عن مداهمات لمنازل بعض الاهالي في حماه. مداهمات وخلع ابواب والتسلق على الجدران، اللي عماله بيجي اللي عنده قوى امنيه عماله بيجي عددها ضخم للاعتقال، واعتقلوا ناس اثناء صلاه الصبح بالجامع الكبير من مدينه حماه، وعماله بيدوروا على بعض الاطباء اللي عم بتعالج الجرحى وبيعتقلوهم. في مره اتصلوا في جزيره قال مشان الكهرباء، بدنا نحكي على انه عم يقطعوا عليكم الكهرباء وعم يحاولوا يمنعوا المظاهرات بالبلد، قلنا لهم حاضرين. الوقت اللي اتصلوا فيه طبعا انا كثير هولت الامر، يعني الكهرباء مقطوعه، ما في كهرباء، عم بيحاولوا يقطعوا الكهرباء مشان نحن ما نطلع على التظاهر السلمي كذا. قالوا لي طيب كيف انتم عماله بتنزلوا على المظاهرات والكهرباء مقطوعه، ما في اناره بالشوارع؟ قلت لهم عماله بنجيب اجهزه اناره خاصه فينا، لوكس غاز ومولدات عم نشيلها على السيارات البيك اب، وبنعطي بنجكتورات بننور الساحه. هلا بالوقت الحقيقي الكهرباء ما مقطوعه، نحن كنا هيك عم نحكي، نحن كنا عم نعطي
هالة إعلامية إنه عم تنقطع الكهرباء. هلا الحقيقة الكهرباء ما كانت عم تنقطع. شو كان الاسم اللي تحكي فيه؟ أبو زياد الحموي. اتصلت باسم أبو زياد الحموي مع على الجزيرة وعلى أورين، اللي حكيتهم على الجزيرة وأورين مباشرة. قنوات ثانية أدق لهم بس ما صار إنه أطلع على الشاشة أو ما صار تواصل نظامي بيني وبينه. العربية مرة حكيت معهم يعني. أورينت مرة قلنا لهم على في قصف مدفعي، في قصف مدفعي يعني بيستهدف البيوت والمنازل وكذا، وهو ما كان في هذا الحكي يعني، ما كان في قصف مدفعي. تواصلت الجيش معه؟ لسه ما كان واصل على المدينة يعني. الجيش لسه ما كان واصل على المدينة وقت اللي أنا قلت له في قصف مدفعي يعني. تواصلت مع حدا من الشخصيات بالخارج؟ تواصلت مع أطراف إلون يعني. مثلا أنا في شاب اتصل فيه من الإمارات قال لي أنا من جماعة وحيد صقر، نحن بدنا ندعمكم ماديا وماليا، ونحن يعني صاروا يعطونا إغراءات. شو اسمه؟ ما أعطاني اسمه حتى أنا نسيت أبو إيش يعني، بس أعطاني تواصل مع واحد داخل قطر على سكايبي اسمه أبو اليمانين، ما حدد لي هذاك شو اسمه وهو منين وكذا، بس يعني أعطونا إغراءات مالية شيء مروع يعني. صاروا يحكوا بأرقام مثلا بالمليون والدولار، ما بيحكوا بالسوري أو بالعملة العربية يعني. فكانت الإغراءات اللي يحكوا فيها كتير ضخمة. أيوة، وبدهم اللافتات، بدهم كل شيء باسمهم يعني، إنه كلهم كتب على اللافتات انه هن موجودين بالشارع، كلهم يعني رايدين كلهم ارضيه بالشارع، انه نحن مثلا جماعه وحيد صقر لنفرض اسمنا إيلاف مثلا، يعني اي اسم، بدنا هذا الاسم ينتشر بالشارع، ينوجد بالارمات يعني. اذا صور على التلفزيون تطلع اسمنا موجود بالشارع يعني، مثل حركه البناء والعداله مثلا قالوا لي نفس الحكي. بدنا إذا شلنا لافتات صورنا يطلع اسمنا موجود على اللافتة، إنه حركة البناء والعدالة مثلا، أو حركة العدالة والبناء، ما بعرف شو اسمه بالضبط يعني. أنا ما كان يهمني كثير هذا الحكي، كانت تهمنا المصاري نحن، لأنه الدكتور عطاف التركاوي اللي كان هو عمال بيحاول يعمل التنسيقية العامة لمدينة حما، كان كثير يحض إنه أي واحد تحكوا معه برا حاولوا تواصلوا مع برا، وأي واحد تحكوا معه احكوا معه فورا على المصاري. بدنا حق سلاح يعني، نحن بدنا نشكل المجموعة الأمنية قوية بالبلد وكذا. فكنا نحن كل ما أحد يتصل فينا أول شيء نحكي معه المصاري، نحن بدنا دعم، نحن جوعانين، نحن كذا. فأولا إيه يقولوا إيه بنعمل من هي، بعدين في بعضهم يتراجعوا وبعضهم دفعوا يعني. هلا في مرتين أنا على علمي صار تحويل، مرة للدكتور عطاف التركاوي عن طريق حساب خاص فيه بالبنك وصلوا 13,000 دولار. مين حول له اياهم؟ حولوهم جماعة أبو ناصر، هذول الشباب الثلاثة يعني. هلا التحويل الأساسي من مين عم بصير أنا ما كان عندي علم، أنا اللي عرفته إنه أبو ناصر الآمين ومحمد زقار قالوا لي في مصاري وحمدي هلا بدنا نبعتها، بدكم تأمنوا لنا رقم حساب. فخليت الدكتور عطاف التركاوي يتصل معاهم مباشرة. تم التواصل بينه وبينهم، أعطاهم رقم حساب حولوا له عليه 13,000 دولار. ومرة أنا أعطيتهم رقم حساب طبعا باطلاع الدكتور عطاف التركاوي باسم ميسر عبد الرزاق، حولوا عليه 20,000 دولار. هدول المصاري طبعا أخذهم الدكتور عطاف التركاوي وظلوا معه يعني. شو الهدف من المصاري؟ الهدف كان إنه يدعموا المظاهرات، يقووا حركتها ولافتاتها اشترى سلاح؟ واكل وهيك وسلاح. لكان اساسا السلاح هو كان الهدف الاساسي بموضوع تحويل المصاري عندهم يعني. لانه الدكتور عطاف التركاوي وقت اللي صار يشتري سلاح ويوزع بالبلد يعني، انا واحد من الناس اللي استلمت من ايده 8 بواريد جفت، بواريد بومبكشه مع طلقاته، مع كل باروده علبتين طلقات. شو انواع الاسلحه اللي كان يشتريها؟ هلا في اسلحه روسيه توزعت بحارات كبيره والى اهميه يعني، فيها حشد سكاني وكذا. هو كان كثير منظم يعني. كان الحارات اللي عليها اعتماد ضخم يعطيهم بواريد روسيات ويعطيهم بواريد امريكيه ويعطيهم بومبكشنات. الحارات اللي تعتبر متطرفه ما لها يعني، متطرفه انه بطرف البلد ما لها اي تاثير اي كذا، كان يعطيهم بومبكشن، يعطيهم مسدس، يعطيهم هيك يعني.
جفت صيد كذا. ومنين كان يجيب السلاح؟ والله هو كان له مصادر بالشراء، كان يعني يقول أنا عندي إمكانية إنه اشتري من عدة أماكن، يعني حتى كان شوي يذكر تركيا، شوي يذكر مناطق الحدود العراقية، شوي يعني الرجل كان له علاقات ضخمة. كان في أوقات بعض الصحف الأوروبية والأمريكية تيجي على سوريا على حماه يعمل لقاءات معها هو، ويخلينا نعمل لقاءات مع بعضهم. يعني أنا عملت لقاء مع صحفية بالواشنطن بوست، كنا أنا وأربع شباب، أنا وثلاث شباب يعني. شو قلت في هذا اللقاء؟ عمال بيحكوا معنا عن انه اسباب، نحن كل حكينا كان غالبا يكون تلفيق، يعني شو هو الواقع نحكي عكسه دائما. هيك كان موضوعنا، يعني انه انا اذا قعدتك مثلا دكتور عطار تركاوي مع جماعه بدك تحكي يعطينا الاسئله قبل، قعدنا بده يسالوكم كذا بتجاوبوا كذا. يعني مثلا انتم ليش طلعتوا على التظاهر؟ نحن مقيدين بالبلد، ما عم ناكل، ما عم نشرب، تعبنا مثلا كذا. ايه انه شو عم بيصير معاكم بالمظاهرات؟ حدا عم يعترضكم، حدا عم كذا، نقول لهم في عم بيصير في هجوم امني علينا، عم يقتلونا، عم يقوصونا، عم بيموت مننا ناس. يعني ما معقول واحد عم ينزل بشوف العالم عم بتموت وينزل يتظاهر مره ثانيه. نحن دائما كنا نحكي عكس الواقع. امتى بدأ أعمال المجموعات المسلحة؟ بدأ عمل المجموعات المسلحة بأثناء تسكير البلد، وقت اللي حماه صار فيها حواجز وتسكرت. مين أقام الحواجز؟ الأهالي أهالي ولا اللجان الشعبية طبعا. هن اللجان الشعبية اللي شكلوا الدكتور عطار تركاوي هن اللي صاروا ينسقوا بقى بعدين بدنا نسكر هون، بدنا نعمل كذا، صارت الأوامر تجي تتنفذ فورا، لأنه اللي عم بيقولها عالم له تأثير بالأرض يعني. فتشكلت اللجان الأمنية بقيادة شاب اسمه عبد الصمد العيسي، هو ومعه مجموعة ضخمة كانت، وفي طبعا تذكر أسماء بارزة أيضا؟ أبو فلان، أبو مثلا جعفر، أبو إبراهيم، أبو محمد، يعني ما كانوا يعطوا أساميهم. هاي اللجان الأمنية صارت تهجم على مقار الشرطة والمفارز الأمنية أماكن حفظ النظام، قيادات الشرطة، الشركات القطاع العام، صارت تهجم وتنفذ فيها عمليات قتل وإجرام وذبح وكذا. هون اضطرت الدولة تتدخل. أثناء دخول الجيش على المدينة توزع هذا السلاح لكل المدينة. لسه ما كان الجيش يعني داخل المدينة، لسه على محيط البلد، وكان في لسه تمركز، يعني لسه الجيش ما كان عم يفكر يدخل. بس وقت اللي تجاوزت اللجان الأمنية وأهل مدينة حماه حدهم، طبعا اضطرت الدولة تتدخل لتقضي على الفساد. كان في مجموعات دخيلة على المدينة؟ ايه طبعا، هي المجموعات الدخيلة خلقت خلقة بالبلد وقت الهجوم على مقار الشرطة. في مجموعات يعني نحن كنا كأني أول مرة بنشوفها. في مجموعات كانت دقونة طويلة وجلابيات قصيرة، أجسامهم ضخمة، يعني ما يحكوا معنا. هدولي يلي هجموا على مقار الشرطة، مخافر الشرطة والمفارز الأمنية بالبلد، مو بس لحالهم طبعا، هجم معاهم من الأحياء يعني، بس هن كانوا مساعد ضخم جدا بهيك عمليات، بعمليات الهجوم واطلاق النار وكذا. كلهم كانوا مسلحين بروسيات، ما فيهم واحد معه بومبكشن مثلا. هلا حاولوا بعض الشباب يتواصلوا معهم انه مين هدول، مين هن، مين كذا. يلتقى واحد حموي بيناتهم يحكي معهم، بعدين اكتشفنا انه هن من جند الشام، واغلبهم من برات حما، حتى في منهم كانه من برات سوريا يعني. مين دخلهم على حما؟ ما بتصور غير انه الدكتور عطار تركاوي اللي دخله، لانه هو يعني وصل لنتيجه بالاخر. ايمت ما رحت لعنده تلاقي عنده مجلس اكثر من 50 شخص، علاقاته كانت كثير كبيره، يعني كان كثير وصل لمرحله سيطر على البلد بشكل كامل.